في الفيديو ده مش بس هنعمل شنطة، احنا هنصنع قطعة فنية. شايفة الجمال؟ اظن الصورة تحكي عن نفسها. لو انت اول مرة تعملي فيها شنطة فصدقيني مش هتكون الاخيرة، لان احنا هنا في القناة دي عشان كل فيديو هو فكرة، وكل فكرة ممكن تبقى بداية مشروع او حتى شغف جديد. منتظراكي كملي معايا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة بقى هنعمل الفريم. فاكرين الفريم ده كنا جايبينه؟ ده مقاس 20. هنشوف ازاي هنشتغل عليه. هي نفس فكرة الفريم اللي فات. فانا جبت هنا لولي، ده مقاس 10. ده لولي مقاس 10. تمام. اشتغلت الجزء ده عشان انجز معاكم في وقت الفيديو. تمام. ده الفريم اهو، في هنا فتحات في الفريم اهي. هنشوف ازاي بقى نشتغل على الفريم ده. بسم الله. بسم الله. عندي هنا الخيط مقاس 60 او 70. انا هنا هشتغل بمقاس 70. بصي، اول فتحة في الفريم هعدي منها الخيط، طرف الخيط. تمام. والطرف التاني انا عديت في اول فتحة. تمام. هسيب فتحتين، اتنين، واحد اتنين، واعدي في التالتة. يعني انا عديت في واحدة. تمام. هسيب بعدها اتنين واعدي في الايه، في التالتة اهي. واضح كده؟ يبقى انا بعدي الخيط، طرف خيط من اول فتحة، واسيب فتحتين في النص واعدي في الايه، في الرابعة. تمام اهو. اسوي الخيط بقى بتاعي. تمام. الطرف اللي بره ده هضيف فيه اول حاجه. انا هشتغل غرزه رباعيه. تمام. بس هعتبر ان الفريم ده خرزه، يعني هعتبر ان دي خرزه. يبقى انا فاضل لي كام خرزه عشان تبقى الغرزه رباعيه؟ 3 خرزات. 3 خرزات هضيفهم في الخيط او في طرف الخيط اللي جاي من بره ده. تمام. هضيفهم مره واحده. 1 2 3، وارجع اعمل الحلقه بتاعتي. تمام اهي. عملت الحلقه بتاعتي اهي. تمام اهي. هاخد او اعدي طرف الخيط التاني، اعدي فيه اهو بس، واشد. هتكون معايا حلقه اهي. تمام. طرف الخيط بقى ده اللي طالع من الخلاصه دي، انا عقدته هنا خلاص. اخده تاني واعديه في نفس الفتحه اللي انا مطلعاه منها. ارجع اعديه تاني في نفس الفتحه. ما تخافيش، هي مش هيعدي لان انا خلاص عملت العقده. واضح؟ هي دي اهم خطوه في الشنطه كلها. وبقيه الشنطه خطواتها سهله، بس في شويه تريكات كده. تابعي بس معايا الفيديو للاخر وان شاء الله تستفادي منه، وتفيدي غيرك برضو. لو نشرت الفيديو، لو استفدتي من الفيديو في حاجه، يا ريت تفيدي غيرك وتنشريه. تمام. ادي العقده اهي. اسحب بقى اهو، اشد الخيط جامد واخلي العقده تعدي في قلب الخرزه برضو زي ما احنا متعودين. تمام كده. ادي اول حلقه. الطرف اللي فوق ده هسيبه زي ما هو، اما الطرف اللي تحت فهفوت برضو حلقتين او فتحتين واعدي بالفتحه الثالثه. يبقى انا هفوت فتحتين واعدي في الفتحه الايه، الثالثه اهو. تمام. عديت بالفتحه الثالثه زي ما احنا متعودين اهو. خلاص. اسيب بقى الطرف اللي انا عديته واشتغل على الطرف التاني اللي بره، اللي جاي من فوق. واضيف فيه بقى كام؟ 2. طب ليه 2 يا ام جنى؟ عشان انا عندي خرزه على الخيط، وقلنا الفريم خرزه، يبقى كده 2. يفضل معايا خرزتين. ارجع اعمل الحلقه بتاعتي اهو، واسحب طرف الخيط. واقول لكم برضو على تركايه تعملوها قبل ما ايه، يعني هتنفعكم وهتريحكم وانتوا شغالين. قبل ما تشد الخيط جامد، عدي طرف الخيط تاني. انت عديتيه في الحلقه، عديه تاني في الفتحه اللي انت طلعتيه منها اهو. بصوا اهو، وشد الخيط جامد. تمام كده. الطرف اللي فوق ده هسيبه، والطرف اللي تحت هعديه من الفتحه. بس هسيب فتحتين
واعدي في الفتحه الايه التالتة. تمام كده. تمام كده. في الطرف اللي فوق ده خرزتين. يبقى انا هفوت فتحتين اهو، هفوت الفتحه دي والفتحه دي واعدي من الفتحه التالتة. تمام، هفوت فتحتين واعدي من الفتحه التالتة. تمام كده اهو. ده بالنسبه للخيط اللي تحت. اما الخيط اللي فوق ده هزود فيه خرزتين اتنين. وارجع بالخرزه التانية واسحب طرف الخيط، وقبل ما اشده قوي طرف الخيط اللي انا سحبته ده، اللي انا مطلعاه من شايفين طرف الخيط اللي انا مطلعاه من الفريم، انا عديته في الحلقه. تمام، بعد ما اعديه في الحلقه ارجعه تاني في الفريم اهو، بعد ما عديته من الحلقه في نفس الفتحه ارجعه تاني في نفس الفتحه. تمام كده، واسحب الخيط اهو. تمام كده. طرف الخيط اللي تحت، اللي جاي لتحت في الفريم، اسيب فتحتين واعدي في الفتحه الثالثه، واسيب فتحتين واعدي في الثالثه. تمام اهو، عديت في الثالثه. هركنه بقى واسيبه دلوقتي. الطرف بقى اللي فوق ده اضيف فيه اتنين خرزتين، واحد اتنين، وارجع في الخرزه التانية اعمل الحلقه بتاعتي واسحب طرف الخيط. تمام، سحبت طرف الخيط، هرجع تاني في الحلقه تاني في الطرف اللي انا اصلا معديه من الحلقه، ارجع بيه تاني واسحب. تمام، واضح كده. يبقى انا هسيب فتحتين واعدي في التالتة. واضيف في الطرف التاني خرزتين، اعمل العقده بتاعتي واعدي منها طرف الخيط، وارجع اعديه في الفريم في نفس الفتحه اللي انا معديه منها. تمام، واسحب طرفين الخيط كده.
اشتغلي بقى الشغل بتاعك. صبري شويه. بصوا بقى لاخر حلقه هنعملها. اول حاجه انا عديت الفريم الخيط بفوت خرزتين، وبعدي في الخيط من اخر خرزه او من الخرزه التالتة اللي هي هنا تعتبر اخر خرزه. تمام. كل مره كنت بزود في السطر ده، في قصدي في الخيط ده. المره دي هزود في الطرف ده لان هطلع سطر جديد. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ان لما اجي ابدا سطر جديد ما بزودش الخرز في نفس الخيط اللي بزود فيه كل مره، لا بزود في الخيط التاني اللي جاي لبره. تمام. هنا بقى هزود خرزتين في الطرف اللي لبره ده اللي انا عديته من الفريم. ماشي. هي دي الخطوه المختلفه، دي تاني خطوه مختلفه في الايه، في شغل الشنطه. تمام. اعمل الحلقه بتاعتي واسحب طرف الخيط كده. انا كونت اول سطر. تمام. عندي حلقه على خرزه على الخيط كده. بقى انا ببدا سطر جديد هعمله ازاي؟ عندي خرزه على على الخيط، هزود 3 خرزات. هزود كام؟ 3 خرزات. 1 2 3، وارجع في الخرزه الثالثه واسحب طرف الخيط. تمام. اهو كونت عندي حلقه اهي. تمام. شايفين كده؟ الطرف اللي جاي جنب الخيط ده، جنب الخرز، طرف الخيط اللي جاي لتحت او اللي جاي جنب الخرز، عديه من خرزه واحده. تمام. والشغل العادي بقى اللي انا شغاله بيه ان انا بعدي الخيط، طرف الخيط من خرزه، والطرف التاني بزود فيه خرزتين، وارجع اعمل الحلقه بتاعتي واسحب طرف الخيط اللي انا عديته. وضحت كده؟ اهو عندي طرف خيط فوق اهو، والطرف اللي جاي من تحت ده او اللي جاي ده او اللي جاي جنب الخرز من اللي تحت ده اعديه من خرزه واحده. عديته من خرزه، هعمل هضيف في الطرف التاني خرزتين اتنين، 1 2. اعدي طرف الخيط من خرزه، والطرف اللي جاي من اللي فوق ده هضيف فيه خرزتين اتنين، وارجع في الخرزه التانيه اسحب طرف الخيط واسحب طرف الخيط التاني كده واشد الخيط جامد اهو. على ما اعتقد التصوير كده واضح اكتر اهو. تمام. يبقى الطرف ده لا اله الا الله، الطرف ده هعديه من خرزه اهو، الطرف التاني هضيف فيه خرزتين اتنين، 1 2، وارجع في الخرزه التانيه اسحب طرف الخيط. هعدي الخيط من خرزه واضيف خرزتين، وارجع في الخرزه التانيه واسحب طرف الخيط التاني. تمام.
اعدي الخيط من الخرزه التانية واسحب طرف الخيط التاني. كده الخطوات تعتبر بالنسبه لي سهله. تمام اهو، عاديه زي الشنط العاديه اللي انا بعملها. الفكره كلها في شنطه الفريم ازاي ببدا الخرز على الفريم بس، دي كل الفكره فيها، وازاي نقفل الشنطه في الاخر. لكن خطوات بقى كخطوات كلها شكل بعضها زي الشنطه العاديه التانية. افوت الخيط من الخرزه والطرف التاني اضيف فيه خرزتين اتنين. احنا كده وصلنا للحلقه الاخيره. هعدي الخيط من الطرف هعدي طرف الخيط من الخرزه دي، وفي نفس طرف الخيط ده هضيف فيه الخرزتين اللي انا بزودهم. تمام، ليه المره دي هضيف هنا؟ عشان هطلع على السطر التالت. تمام، هبني سطر جديد او هشتغل سطر جديد، واسحب طرف الخيط التاني. انا كده نهيت السطر ده اهو، هبدا سطر جديد. تمام اهو، هبدا سطر جديد ازاي؟ الطرف اللي لبره ده، الطرف اللي لبره هزود فيه 3 خرزات، 1 2 3، وارجع في الخرزه الثالثه واسحب طرف الخيط. تمام كده اهو، كده انا ببدا سطر ايه؟ تالت. وبرده بنفس الطريقه اعدي الخيط من الطرف ده، اعدي طرف الخيط ده من الخرزه دي، وبعد كده كل مره هزود خرزتين اتنين بس، 1 2. تمام، نفس الطريقه بنفس السطر التاني انا هشتغل السطر التالت بنفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها السطر التاني زي ما انا وريتكم كده اهو. اعدي الخيط من خرزه واحده، والطرف التاني هزود فيه خرزتين اتنين، الطرف التاني هزود فيه خرزتين اتنين.
1 2 وارجع في الخرزة التانية واسحب طرف الخيط. سحبت طرف الخيط، الطرف ده اعديه من خرزة واحدة. الطرف التاني هزود فيه خرزتين 2 1 2 وارجع في نفس الطرف واسحب طرف الخيط التاني. انا هكمل السطر ده بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها السطر التاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تمام، اعدي الطرف ده من خرزه واحده والطرف التاني هزود خرزتين. تمام، هكمل السطر ده وهرجع لكم تاني. انا هنا خلصت الثلاث سطور، 3 سطور هنا وثلاث سطور هنا او 3 صفوف هنا. تمام اهو، 1 2 3 من الناحيه التانيه برضو 1 2 3. هبدا اشتغل السطر الرابع بنفس الطريقه، وفي السطر الرابع بقى هبدا اوصل. دي طريقه بقى تانية غير اللي انا وريتها لكم على في فيديو قبل كده. كنت عامله برده شنطه بالفريم، بس عملنا ايه، خدنا ارتفاع الشنطه كله، خلصنا النص ده الاول، بعد كده النص ده، وبعد كده شبكت الشنطه مع بعضها. المره دي لا، المره دي انا هشبك الشنطه مع بعضها على طول داير داير كده. هنشوف ايه الفكره في كده والتركايه في ان انا اشتغل الشنطه داير داير، وهزود ما بين الفواصل دي قد ايه، هنشوفها مع بعض. تمام، انا اول حاجه بطلع 3 سطور، وبعد الثلاث سطور اطلع 3 سطور هنا وثلاث سطور هنا، وبعد الثلاث سطور دول هبدا اشبك الشنطه ببعضها. تمام، هرتفع بالسطر الرابع وهرجع لكم تاني. السطر الرابع نفس طريقه السطر الثاني والسطر الثالث. تمام، بصوا بقى انا عملت اهو السطر الرابع اهو. تمام اهو السطر الرابع اهو، فاضل لي اخر حلقه. انا كل مره كنت برتفع عشان كنت برتفع بسطر تاني، فكنت بعدي الخيط من الخرزه دي وارجع اضيف خرزتين. لا انا هنا مش هرتفع، انا هنا اكمل السطر عادي. فهعمل ايه، عديت الخيط من الخرزه، في الطرف اللي انا بزود فيه الخرزه عادي هزود فيه خرزتين زي ما انا شغاله. تمام، هزود فيه خرزتين 1 2 وارجع بالخرزه واسحب طرف الخيط. تمام، انا كده عملت هنا 4 سطور اهو. تمام، 1 2 1 2 3 4. تمام، هنا 3 خلاص. طيب هعمل ايه بقى، عايزه اكمل السطر ده واشبك ده بده. اول حاجه هعمل حلقتين طايرين. ليه حلقتين طايرين؟ عشان ادي وسع للشنطه، ما تبقاش كنزه، ما تبقاش ضيقه. تمام، وفي نفس الوقت لما اجي اقفل الفريم كده تبقى جاي معايا سهله يعني وسلسه. عندي الخيط طالع من الخرزه دي اهو. هعمل ايه، هعمل غرزتين طايرين. هعملهم ازاي، الطرف اللي تحت ده هزود فيه خرزه، هزود فيه ايه، خرزه، والطرف التاني هزود فيه خرزتين 1 2 وهرجع في الخرزة التانية. تمام، اسحب طرف الخيط اللي انا مزودة فيه خرزة واحدة، الطرف التاني ده انا مزودة فيه خرزة واحدة اهو. تمام، هسحب طرف الخيط ده اعديه من ده. تمام كده اهي. ادي اول حلقة عندي طايرة. طايرة يعني مش شاكة في حاجة. تمام، نفس الطريقة الطرف ده هزود فيه خرزة واحدة واسيبه دلوقتي، والطرف التاني هزود فيه خرزتين 2 1 2 وهرجع في الطرف التاني اعمل الحلقة. تمام، واعدي منها طرف الخيط ده اللي فيه خرزة واحدة. عديته، اشد الخيط بقى، اشد الخرز اهو، الخيط قصدي، هكون معايا حلقة ايه، حلقة طايرة اهي. اصبح عندي حلقتين 2 طايرين. تمام اهو، 1 2 هزود خرزة كمان. انا عندي هنا حلقتين طايرين، هزود حلقة كمان، حلقة طايرة كمان، هتديني وسع اكتر للشنطة. تمام، 1 اهو، والطرف التاني هزود فيه 2 1 2 وارجع في الحلقة التانية واسحب طرف الخيط اللي انا مزودة فيه خرزة واحدة. تمام اهو، واسحب اسحب. اصبح عندي هنا كام حلقة طايرة، 1 2 3 1 2 3. ابدأ بقى اشبك النص ده في النص ده. هشبكه ازاي، الطرف اللي تحت ده هعديه من الخرزة دي كده. انا بدأت ايه، هشبكهم في بعض كده. عندي خرزتين 2، والطرف اللي جاي من فوق ده هزود فيه خرزتين 1 2 واعمل العقدة بتاعتي واسحب طرف الخيط التاني
تمام كده اهو. وبس كده، وبكده انا بدأت اشبك النص ده في النص ده. تمام كده. الجزء ده متساب مفتوح معايا ليه؟ علشان الفريم لما يقفل يبقى فيه مساحة، تمام، يقفل فيها. اعمل ايه؟ زي ما انا شغاله عادي، الطرف اللي تحت اللي جنب الخرز اعديه من خرزه واحده، اما الطرف اللي فوق فهزود فيه خرزتين اتنين. واحد، اتنين، وارجع في طرف الخيط التاني اهو، واسحب طرف الخيط اهو. تمام كده. هكمل طرف اهو، اعديه من الخرزه دي، عديته، ازود خرزتين، واحد، اتنين، واعمل الحلقه بتاعتي واسحب طرف الخيط. انا هنا كده شبكت النص ده في النص ده، وفي نفس الوقت ايه اهو، هكمل السطر ده كلته بنفس الطريقه. استنى، اعدي الطرف ده كده، والطرف التاني هزود فيه خرزتين، واحد، اتنين، وارجع اسحب الطرف ده. تمام اهو. شايفين كده اهو، انا كده شبكت النص ده في النص ده. تمام. وعطيت براح للشنطه وسحتها من جوه، ممكن تاخد حاجات كتيره قصاد ان انا عملت كام حلقه طايره، واحد، اتنين، تلاته. تمام، عملت 3 حلقات طايرين، وبعد كده شبكت النص التاني، واكمل السطر ده كله زي ما انا وريتكم هنا كده لحد ما اجي عند الجزء التاني ده، وهوريكم ايه هنعمل ايه. تمام. تمام، انا هنا كده خلصت السطر زي ما قلت لكم بنفس الطريقه اهو. اخر حلقه عندي هعدي الخيط من الطرف ده، والمره دي عشان هشبك السطرين في بعض مش هرتفع سطر جديد، فهكمل عادي زي ما انا ماشيه، اضيف خرزتين بالطرف ده، واعدي اعمل حلقه واسحب طرف الخيط التاني. تمام اهو. تمام. هبدا بقى ايه، اعمل الغرز بتاعت الطايره اللي هما ال3 غرز طايرين. هنعملهم ازاي؟ خرزه هنا، وخرزتين في الطرف التاني، واحد، اتنين، وارجع اعمل الحلقه بتاعتي في الخرزه التانية عشان انا هنا مزوده خرز اكتر، واسحب الحلقه اهي، اعدي الطرف ده هنا كده، اسحب طرف الخيط، ودي كده عندي اول حلقه طايره. تمام، ادي اول حلقه طايره. نعمل حلقه كمان، اضيف هنا خرزه واحده واركنها دلوقتي، والطرف التاني هضيف فيه خرزتين اتنين، واحد، اتنين، وارجع اعمل الحلقه بتاعتي واسحب طرف الخيط التاني. ادي تاني حلقه. الحلقه التالتة اضيف خرزه، واعدي بقى في الحلقه التالتة هعدي هنا في الخرزه دي، اخد الخرزه دي معايا. تمام، وهضيف خرزه واحده. انا كده عملت هنا 3 حلقات، واضيف خرزه واحده فوق، واسحب الطرف التاني اهو. وادي عندي ال3 حلقات الجداد، واحد، اتنين، تلاته، واحد، اتنين، تلاته. تمام، واحد، اتنين، تلاته، 3 حلقات الطايرين، والحلقه التالته شبكتها في الطرف التاني. الخيط بقى طلع عندي هنا من الخرزه دي، وانا هنا هبدا سطر جديد. هعمل ايه؟ هشتغل بقى عادي، قلنا في بدايه السطر الجديد بضيف فيه 3 خرزات، واحد، اتنين، تلاته، وارجع في الخرزه التانيه واسحب طرف الخيط. هي ادي التركايه التانيه اللي موجوده في الشنطه الفريم، اللي هو ازاي تشبكي النصين دول ببعضهم وتمشي خطوه واحده. تمام. اعدي الخيط من خرزه واحده، واضيف خرزتين، اضيف خرزتين، وارجع في الخرزه التانيه واسحب طرف الخيط التاني واشد الخيط. بس انا كده بدات سطر جديد اهو، وهبدا عادي زي ما انا بشتغل في الشنطه العاديه عادي. الشنطه التانيه اهو،
واضيف خرزتين، 1 2، وارجع في الخرزة التانية واسحب طرف الخيط. هعدي الخيط من خرزة واجيب خرزتين، 1 2، واعمل الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط. تمام كده. هكمل السطر ده كله بنفس الطريقة، اعدي الخيط من خرزة والطرف التاني احط فيه خرزتين واعمل الحلقة بتاعتي واشد الخرز. بنفس الطريقة هرتفع هنا 8 حلقات، 1 2 3 4، وده الخامس. هكملهم كمان، هكمل كمان فوق الخمسة دول 3 عشان يبقى كله 8. تمام. ونشوف هنحتاج تاني سطر كمان ولا هنكتفي بكده. هكمل السطر ده زي ما انتوا عارفين الطريقة العادية وارجع لكم تاني. انت جاي من عند مين بس اصلا؟ انا هنا خلصت الارتفاع بتاعي. تمام اهو. ارتفعت هنا 9 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هبدأ بقى اقفل القاعدة عندي. طيب اقفل القاعدة ازاي؟ شايفين الزاوية بتاعت الفريم دي؟ هنزل بالسطر ده كده اهو. انا ايه كده، انا خدت الزاوية او بداية القاعدة، يعني الزاوية بتاعت القاعدة. اجي من هنا الفريم عندي جايب زاوية كده، الزاوية دي انزل بالخرز بتاعها كده لحد تحت اهو هنا. تمام. ركزوا بقى معايا في الحتة دي. انا عندي الخيط طالع من الخرزة دي، ودي بداية القاعدة. الطرف ده هعديه من الخرزة دي، يبقى انا كده خدت ايه؟ خدت خرزتين معايا اهو، خرزتين على الخيط. اضيف في الطرف ده خرزتين 2، 1 2، وارجع اعمل الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط اهو بكل سهولة. الطرف ده هعديه من الخرزة دي، اصبح عندي هنا خرزتين. الطرف اللي بره هضيف فيه خرزتين، 1 2، واسحب طرف الخيط. تمام. اعدي الطرف ده برضو من جنب الخرز، الطرف اللي جنب الخرز اعديه من خرزة واحدة واضيف خرزتين، 1 2، واسحب طرف الخيط. اهم حاجه اعرف اظبط الزاويه بتاعتي من هنا. قلت لكم من عند الدوران ده انزل بالسطر كده طوالي، يبقى انا كده حددت عرض الشنطه. تمام. اسحب دي كده، اعدي الخرز ده الطرف ده، واضيف هنا خرزتين 2، واعمل الحلقه بتاعتي واسحب طرف الخيط تاني. اعدي الطرف اسحب طرف الخيط لحد العقده ما تعدي في قلب الخرزه. اعدي الطرف ده من الخرزه دي، خرزه واحده كده. عندي خرزتين على الخيط، اضيف في الطرف التاني خرزتين، 1 2، واعمل الحلقة واسحب طرف الخيط. اضيف خرزتين، 1 2، واعمل الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط. تمام. هعدي الخيط من خرزة، اضيف خرزتين، اعدي الخيط من خرزة واضيف خرزتين. وركزوا في الخطوة اللي جاية. بصوا بقى، انا كده حددت الارتفاع اهو. هنزل من الخرزة دي اهي اهي اهي. تمام اهي، اللي هما الخرزتين دول، الاتنين دول اهي.
الطرف ده انا كده كده بعديه من الخرزه دي. تمام، هعديه من دي كمان. انا كده عديته من ايه؟ من خرزتين. ليه؟ عشان انا هنا كده هقفل اهي. اضيف خرز في الخطوه دي هضيف خرزه واحده، لان انا عندي 3. عندي 3 على 1 2 3، عندي 3 على الايه، على الخيط. هضيف خرزه واحده واسحب طرف الخيط اهو. بس كده انا حددت القاعده من هنا. بدات اهو، هتاني ماشيه السطر ده كله تطوري لحد ما اخلص. تمام، يبقى انا نكمل بقى. انا كده خلصت اهو، امشي بقى على السطور دي كلها داير داير. تمام، هضيف خرزتين واعدي الخيط في الخرزه الاخيره تاني واسحب طرف الخيط. واعدي الطرف من الخرزه واضيف خرزتين، 1 2، وارجع بطرف الخيط اسحب اهو. اعدي الخيط من طرف، اعدي قصدي طرف الخيط من خرزه واضيف خرزتين، 1 2، واعمل الحلقه بتاعتي واسحب طرف الخيط. اعدي الخيط من الخرزه زي ما انا شغاله كده على طول، واضيف خرزتين، 1 2، واضيف خرزتين. واضيف خرزتين وارجع في الحلقه، في الحلقه الاخيره، في الخرزه الاخيره، واسحب طرف الخيط بتاعي. تمام، واكمل كده القاعده كلها بنفس النظام. تمام، اعدي من خرزه، هنا هضيف خرزتين، 1 2، وارجع اسحب طرف الخيط. الخرزه الاخيره دي هعدي الخيط من خرزتين 2، اعديه من الخرزه دي وكمان اخد معاه خرزه من جنب الشنطه. تمام كده، بقى انا عندي كده 3 خرزات على الخيط. هضيف خرزه واحده من اي طرف بقى. تمام، بس وبكده اعتبر خلاص. لما اقفل القاعده اعتبر انا كده خلصت الشنطه بتاعتي. هكمل الجزء ده واجي في السطر الاخير وهرجع لكم تاني. كده انا وصلت خلصت الجزء ده. هقفل بقى الجنب ده. جبت الخرزه زي ما قلت لكم من الزاويه دي، ارتفع بالخرزه اللي هي الزاويه بتاعت الشنطه، وهعدي الخيط من الخرزه دي وهعديه من الخرزه دي كمان. يبقى انا كده عندي 3 خرزات على الخيط. هضيف خرزه واحده واسحب طرف الخيط. تمام كده، الطرف اللي هنا هعديه من خرزه واحده من الناحيه دي، والطرف اللي من الناحيه دي هعديه برده من خرزه من هنا بس، وهضيف خرزه. بس شد الخيط لحد العقده ما تعدي في قلب الخرزه. اعدي الطرف ده من خرزه، والطرف ده هعديه من خرزه، واضيف خرزه واحده بس. بكده نعتبر خلصنا الشنطه اهو.
اسحب الخيط لحد العقده ما تعدي في قلب الخرز. اهو. كانت قايله لك الاول كنت ستريس ولا انت حسيت ان ده غلط؟ لا انا حطيت من دماغي. مين؟ ايه الله عين. تديها هديك كام قوسيه برضه؟ اه. بس وبكده انا خلصت الحمد لله. كده الشنطه خلصت معايا اهي. انا زودت لها الخرز الكريستالي جنجده كده كان عندي تديها شكل يعني. تمام اهو. شكلها الصراحه جميل تحفه. الخيط ده بقى انا هخليه لان انا هزود لها هنا. بفكر ازود لها الخرز ده ما بين الحلقات ده. لو وصلت لاخر الفيديو فانت من الناس اللي بتحب تتعلم وتبدع، يبقى اكيد مكانك معانا في القناه. ومش دايما لازم تكوني محترفة عشان تطلعي بحاجة عظيمة او حاجة جميلة زي الشنطة دي او غيرها. تمام. فلو عجبك الفيديو ياريت ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. لو استفدتي من الفيديو ياريت ما تنسينيش من دعوة حلوة كده جميلة منك في الكومنت ليا. وكمان ياريت تشيريها مع اصدقائك لعل الخير يعم علينا كلنا. قولولي محتاجين تتعلموا ايه الفيديو الجاي بإذن الله. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.